بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ انا بونبون، والفيديو بتاعي النهارده لا على البال ولا على الخاطر. يعني ما كنتش مرتباله ولا اي حاجه. ساعات بنبقى نفسنا نروح مكان حلو كده وهوا، وفي الهواء الطلق نقضي فيه يوم بحاله، ويكون مكان هادي، ما يكونش فيه فاعليات ولا يكون فيه حمام سباحه ولا حاجه. عايزين نقعد كده قعده روقان. فشفنا على النت فلقينا الهابي دولفين. الهابي دولفين ده في المانيال. فقلنا بقى ان احنا نروح نجرب ان احنا نقضي يوم في الهابي دولفين. اول ما دخلنا لقينا قدامنا الكروزة دي، هرجع لها تاني. بس بوريكم اول ما بندخل بنلاقي قدامنا الكروزة دي طبعا تبع الهابي دولفين. وبعدين بنلاقي المطعم ده او المكان اللي انا داخلاه ده. ده اللي احنا قعدنا فيه. اول ما دخلت لقيت شجرة الرمان الحلوة دي. بصوا كمان طرحة رمان بقت، وانا رايحة وانا جاية كل شوية اروح اتفرج عليها، كنت فرحانة بيها قوي يعني. قعدنا، احنا رحنا بعد الفطار. كان الفطار خلاص خلصوه، فطلبنا قهوه. عقبال بقى ايه، قلنا هنتغدى. طالما ما لحقناش الفطار يبقى نقعد لغايه ما نتغدى. طلبنا القهوه الحلوه دي بقى وقعدنا. وبعد كده بقى ايه، قلت اتمشى شويه عقبال ما نشوف احنا هنقضي اليوم ازاي واستكشف المكان. المكان كله على النيل. المكان اللي احنا قاعدين فيه، المطعم اللي احنا قاعدين فيه قدامه الكروزه دي. الكروزه دي كانت لسه ما اشتغلتش لما رحنا. هي بتشتغل من اول الغدا، يعني بتشتغل من اول الساعه 2. ما سالت عليها قالوا ان هي فيها يعني عده مطاعم، وفيها كافيهات، وفيها مطعم لبناني حلو قوي. ان شاء الله المره الجايه اجربه. وبعدين بقى لقيت الوزتين الحلوين دول، قعدت برضو العب معاهم شويه. الناس عماله تاكلهم وتلعب معاهم قدام المطعم وقدام الكروزه. ان شاء الله مره بقى ايه بيشكروا في المطعم اللبناني اللي فيها، مره كده ابقى اروح وابقى اصور لكم فيه. وبعدين بقى ايه، برضو دخلت بقى كده جوه في المكان اللي احنا قاعدين فيه. قلت استكشف. بصوا حاطين عربيه الفول، هم بيعملوا زي فطار اوبن بوفيه اوبن بوفيه. بس احنا طبعا ما لحقناهوش. وبعدين ده المكان مكان هادي خالص. كانت الناس لسه ما بدأتش تيجي، لان احنا كنا رايحين تقريبا الساعه 12 الظهر كده. المكان شكله جميل قوي، وتقريبا بالليل بيبقى صاله افراح او حاجه، لان زي ما انتم شايفين كده. بصوا يعني هو ممكن مطعم وبالليل بيتأجر او حاجة زي كده، ممكن اذا كان في فرح او حاجة. وبعدين بنطلع منه للمكان ده، ومكان بقى مفتوح خالص. قدامه كروزة تانية. الكروزة التانية دي برضو تبع الهابي دولفين. الناس بتأجرها بالساعة. برضو كله على النيل. برضو المكان اللي انا واقفه فيه دلوقتي دوت، برضو تقريبا برضو بيأجروه، برضو اذا كان فيه عيد ميلادات او حاجه، لان انا شايفه برضو فيه تجهيزات للحاجات دي. الفيو فيه حلو قوي بقى، يعني اذا عايزين نتصور او كده. وفي كيدز اريا. بصوا المكان مجهز اذا كان في حفلات خطوبه اعياد ميلاد. وفي باب تاني كمان غير اللي احنا دخلنا منه، بينزلوا منه على المكان ده. هو المكان هابي دولفين هو مكان كبير واسع، يعني احنا يعني انا بصراحة اول مرة اجربه. بصوا في كمان ملاهي اطفال، بس هي ما كانتش فاتحة دلوقتي. هو تقريبا يعني بيفتحوا من مثلا المغرب، او بيفتحوا بالليل الحاجات دي للاطفال. وبعد كده بقى قعدت بقى ايه، قلنا بقى نطلب الغدا. جالنا المنيو. نشوف بقى احنا هنتغدى ايه. الغدا بتاعهم بصراحة تحفة جدا جدا. انا طلبت، احنا كنا 4 افراد. انا طلبت انا وواحدة صاحبتي نص فرخة مشوية ورز جايبين، بصراحة زي ما يكون الاكل بيتي بيتي جدا. حتى بصوا طلب طبق السلطة كبير ازاي. بنتي بقى طلبت طبق المكرونة بالجمبري، ده كان اوحش حاجة في الاكل. يلا حظها هو اللي كده. احنا طلبنا بقى اكل شرقي، فراخ وبطاطس فرن وباميه ونص الفرخه المشويه والحاجات الجميله دي. يعني احنا بنحب الاكل الشرقي. وواحده صاحبتي تاني طلبت الستيك بالجبنه. المكرونه طبعا بما انها كانت وحشه، احنا قررنا بقى ان احنا ناخد المكرونه اللي فضلت دي وناكل بيها السمك في مكان ناكل فيه السمك، زي ما انتم شايفين كده.
يعني بصوا، هي بصراحة ايه، هو المكان ما فيهوش فعاليات قوي، بس جميل قوي. بعد كده بقى ايه، بقينا يعني قعدنا بقى نتصور ونشرب مشروبات تانية بقى، وشربنا كذا حاجة. وطبعا طلبنا مية كتير، وطول يعني احنا قعدنا فترة كبيرة تقريبا، قضينا من اول الساعة 12 لحد بعد المغرب في المكان ده. احنا كنا 4 افراد، دفعنا 1500. الغدا 4 افراد زي ما وريتكم، وكمان المشروبات الكتير اللي احنا طلبناها، يعني طلبنا كذا مشروب، والميه والكلام ده كله. قضينا وقت كويس. ممكن تروحوا تجربوا قعدة الهابي دولفين. وان شاء الله اشوفكم في اماكن تاني جديدة وفيديوهات تاني جديدة. والسلام عليكم وباي باي.